منهما الآخر لا أن يفسد هذه الأسرة، والله أعلم. إن اكتشفت زوجة بعد الزواج أن زوجها لا يصلي تهاونا لا إنكارا، فهل تنصحه وتستمر معه أم تطلب الطلاق؟ لا، نأمرها هنا أن تبقى معه وأن تصلحه وأن تسعى إلى إصلاحه، والأكثر من الأزواج يتأثرون بنسائهم، لكن عليها أن تصاحب الحكمة والموعظة الحسنة في التأثير، والمقصود أنها تصل إلى النتيجة بأي أسلوب مباح شرعا يوصلها إلى النتيجة ويجعل زوجها مستمرا على الصلاح وعلى التقوى وعلى المحافظة على الصلاة، والله أعلم. طبعا هذا أنا أذكره في حال من ترجو صلاحه، أما إن كانت لا ترجو صلاحه وسيؤثر عليها، سيجعلها لا تصلي كما هو الحال عند بعض النساء، تكون تصلي ثم تقع تحت من لا يرعى حق الله تعالى ويترك الصلاة ويؤثر عليها في ترك الصلاة، ولربما أثر مع أولاده، فهذا لا خير في البقاء معه. ما فائدة البقاء مع هذا، مع خراب الآخرة، مع خراب دين الإنسان؟ ما الفائدة؟ ما الصلاح الذي سيبقى له؟ إذن هذا لا يجيز لها أن تبقى معه. إن كانت تخشى على نفسها وعلى أولادها خير لها أن تنفصل، وعسى الله تعالى أن يمن عليها بمن يعينها في دينها، والله أعلم.